ريلمي النهارده بتقدم لنا هاتف من ارخص الهواتف اللي بتدعم ال 5G ومن ارخص الهواتف اللي بتقدم معالج قوي جدا، بس للاسف مش كل حاجه كامله. فاسمع الفيديو ده للاخر ضروري، لان المعالج قوي ولكن في عيوب كتير في الموبايل ده. اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه وانت اللي هتساعدنا بكده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف ريلمي نارزو N65. هنتكلم كالعادة عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في النهاية. ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك ضروري، ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف أول حاجة تصميم الهاتف. تصميم الهاتف هنا يعتبر كويس، هو يعني مش حاجة تصميم جديد وجامد، بس مش تصميم وحش، يعني تصميم شيك، ألوانه كويسة، التشبيهات اللي في الظهر كويسة من وجهة نظري. طبعا هو أذواق. خامات الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم 6.67 بوصة، جودتها HD بلس، وبدقة 1604 في 720 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 264 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها IPS LCD، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع 625 شمعة. بص الشاشة هنا الصراحة ما تعتبرش الأفضل خالص، يعني هي 120 هرتز في السعر ده حاجة ممتازة، بس على ايه؟ يعني شاشة ولا هي أموليد زي المنافسين، ولا جودة 1080، الجودة هنا 720 بس. حتى السطوع بتاعها مش افضل حاجة، هي كويسة بسبب ال 120 هرتز، ولكنها مش الافضل في السعر ده خالص. طيب نتكلم عن اداء الهاتف او المعالج، والمعالج هنا هو ميدياتك ديمنسايتي 6300 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج ده بيعادل اداء معالج سناب دراجون 695. المعالج هنا الصراحة هو احلى ميزة في الهاتف ده، معالج جبار على الفئة دي، هيقدم لك اداء كويس سواء في استخدام يومي، تصفح، العاب، برامج، كمان موفر للطاقة. يعني بصراحة المعالج بالنسبة لفئة الهاتف فهو جامد، هيقدم لك اداء مناسب على فئة وسعر الهاتف. الجهاز هنا بيجي بنسختين، الاولى 128 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام. والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 2 تيرا. الهاتف هنا بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للذكاء الاصطناعي، وبتصور فيديوهات فول HD 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل، وبرضه بتصور فيديوهات فول HD 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة جدا وهتاخد منها أداء كويس مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 15 واط. والصراحة الشحن السريع كان مفروض يكون أسرع من كده بكتير في السعر ده. الهاتف هيجي باندرويد 14، والهاتف هنا ما بيدعمش NFC وده عيب. والهاتف هنا بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي، سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، والهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار، وبيدعم خدمات الجيل الخامس، والوان الجهاز من الاخضر والذهبي، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي، احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. طيب بالنسبة لمميزات الهاتف، فالمعالج هنا كويس وممتاز وقوي على فئة الهاتف، البطارية كبيرة وهتاخد منها أداء كويس، برضو الهاتف يعتبر من أرخص الهواتف اللي بتدعم خدمات الجيل الخامس. طيب بالنسبة للعيوب، فزي ما قلت الشاشة مش الأفضل خالص في السعر ده، كانت المفروض تكون 1080 في الجودة، وكانت المفروض تكون أموليد. برضو الهاتف ما بيدعمش NFC، برضو هاتف في السعر ده كان المفروض يكون بيدعم الشحن السريع بسرعة أكبر من كده. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا كل الامكانيات عن الهاتف، وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية، خلونا نعرف سعر الهاتف. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية. الاسعار دي لنسخة
128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $150. السعر المتوقع في مصر 8300 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 500 ريال. طيب كده حلو قوي، لكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده، ايه المنافس بتاعه؟ هقولك عندنا هاتف شاومي ريدمي نوت 13 4G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف ريلمي نارزو N65. فهنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقولك ان احنا عملنا مراجعة لهاتف شاومي ريدمي نوت 13 4G. لو حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج ريلمي هو ميدياتك ديمنسايتي 6300، ومعالج شاومي هو سناب دراجون 685، وهنا معالج ريلمي بيتفوق. ريلمي جاي بشاشة IPS LCD جودتها HD بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، وشاومي بيجي بشاشة أموليد جودتها فول HD بلس ومعدل تحديث 120 هرتز. وهنا اللي بتكلم عليه شاشة شاومي اللي هي المنافس المباشر ليه تقريبا، شاشة أموليد جودتها 1080، وهنا طبعا شاشة شاومي تتفوق. ريلمي بيدعم خدمات الجيل الخامس وشاومي ما بيدعمش خدمات الجيل الخامس، وهنا ريلمي تتفوق. ريلمي بيدعم شحن السريع بكود 15 واط وشاومي 33 واط، وهنا شاومي تتفوق. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، بس خليك عارف ان سعر ريلمي ده متوقع عشان منزلش مصر، انما سعر شاومي ده رسمي. سعر ريلمي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8300 جنيه. سعر شاومي الرسمي نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8700 جنيه. طبعا في نهاية الفيديو لو عندك اي اسئلة، اي هاتف محتاج ان احنا نعمل له مراجعة، ما تنساش تكتبه في التعليقات. ومستني رأيك في هاتف ريلمي نارزو N65، يعني شايفه كويس ومناسب ولا فاشل؟ اتمنى يكون الفيديو طبعا عجبك. اعمل لايك واشتراك ضروري بتدعمني، واشوفكم في فيديوهات جاية.